انتصر المنتخب المغربي على نظيره المنتخب التنزاني بهدف يتيم، وتأهل إلى الدور الموالي دور الربع في مسابقة كأس إفريقيا للأمم. لكن لا جل من شاهد المباراة تحدث عن خطأ اللاعب ماسينا في اللحظات الأخيرة من المقابلة، وقالوا أنها ضربة جزاء ضد المنتخب المغربي، دون أن يتكلموا عن ضربة أخرى غير معلنة ضد الحارس التنزاني لفائدة أيوب الكعبي. ولم يتكلموا أيضا عن خطأ اللاعب التنزاني ضد الزلزولي، والذي يستوجب حقا بطاقة حمراء مباشرة لتدخله العنيف، وخطأ من لاعب آخر عندما تدخل بقوة في ظهر اللاعب نفسه كان من الممكن أن يرسله إلى المستشفى ويحرم من هو كذلك من استئناف المسابقة بعد كل من سايس وأناحي. خبراء التحكيم يقولون أن لا وجود لضربة الجزاء، لأن اللاعب بين نية السقوط قبل أن يلمسه المدافع ماسينا. فلماذا كل هذا الحيف ضد الفريق المغربي؟ لكل من تكلم عن ضربة جزاء ضد المغرب دون علم بالقوانين ودون الإنصات إلى أهل الاختصاص، أقول لهم أن المغرب لا ينتظر اعترافا منكم بتفوقه الإفريقي والعالمي، فالأرقام في السنوات الأخيرة تتحدث بدلا عنه، والخوف من مواجهة فريق قد يقصي منتخبهم من المسابقة يتحدث هو أيضا بدلا عنه. صحيح أن المنتخب المغربي لم يظهر بالقوة الكبيرة في هذه المسابقة، لكن هل يتذكر أحدهم متى ظهر المغرب قويا فيها لآخر مرة؟ كان المنتخب المغربي يدخل المسابقة مرشحا للفوز بالكأس، لكنه يخرج دائما منها دون حيازتها. لذلك لا أراني متفاجئا من مستوى المنتخب، لأن ما يهم فعلا هو الفوز في المباريات وليس اللعب الجيد. شنو غنبقى انا لاعب باغي 3 بوان؟ انا باغي نقصر، انا مع البرصا، انا باش نقصر، انا ربحت 1-0 سدات. لذلك لا تهمنا انتقاداتكم ما دمنا في المقدمة ونوالي الانتصارات، ونقول للمدرب وليد الركراكي: النية كاينة والسير سير سير.